السلام الله عليكم الحباب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه وما ناقصكم خير. ما غنقويش الكلام، غنبدا كلامي بواحد الفيديو غتسمعوه معايا. ما نقدرش نحطوه حيت المخالفات، ما بغيتش نغامر بالقناه فيها مخالفات كثيره، فغنسمعكم مضمون الفيديو. ارض الامه المسلمين ان شاء الله، وهذو مؤقتا هذو اللي بالحكم الان كلهم يدعمون بعض الدول الغربيين، وهذول مؤقتا ان شاء الله سوف قريبا يسقطوا، والحكم سوف يكون للشعب وممثلين الشعب كحزب العداله والتنميه وكحزب الرفاه من جديد في تركيا واحزاب الثانيه في جميع دول الاسلام ان شاء الله. هذا هم خوفا من حزب الرفاه من جديد ومن حزب العدالة والتنمية. وإن شاء الله أنتم كشعوب لازم تهتمون في هذا الموضوع كثيرا، وإن شاء الله بإذن الله حزب العدالة والتنمية سوف يكون في الحكم في المغرب من جديد إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيكم. لا بارك الله فيك، لا حللت لا أهلا ولا سهلا. الله يحرق القدام اللي تحطت فوق ارضنا، والله يحرق اللي استقبلك، والله يحرق اللي طبع لك الباسبور، والله يحرق اللي ضايفك وكرمك ودخلك وسط المغاربه باش تقول هذا الكلام بكل جرأه وبدون خوف من احد. العداله والتنميه اليوم اسقطت قناعها، خرجت من رونتها وبينت العيب، واكدت بهذا الفيديو هذا كاع الكلام اللي كنت كنقول، ان قطر وتركيا والاخوان المسلمين بالعالم كيدعموا مشروع العداله والتنميه لاسقاط النظام وزعزعة استقرار المغرب وحرب الموانئ. ما كان إلا هذيك النقطة اللي كانوا بغاو يستغلوها ضد بلادنا. لا بارك الله في ممشاك ومحياك، الله يلقيها ليك. هذا النهار قد ما صبت وسحات، قد ما سجدوا الناس وركعوا، قد ما هزوا الناس كفوفهم للسما ودعاو، الله ياخذ فيك الحق، والله ياخذ الحق في اللي جابك، والله يرحم البصري وايام البصري، والله يرحم البصري وجدد عليه الرحمات في هذا النهار. انا ما فهمتش بن كيران سلام الطبوحيط وبنسوان والبكا والتمثيل والتقردين د عباد الله والتبرعات اللي وصلت 2 مليون ديال الدرهم في يومين والاسترزاق بالقضيه الفلسطينيه، واليوم طيح قناعه بمساعده احزاب وائتلافات. مستحيل تستوعب ان اليسار مع الحزب الاسلامي والزين مع نبيل بن عبد الله، جودار مع الانفصالي موريتاني اللي كيدعم الانفصال والبوليزاريو. واش بصح بن كيران ونبيل بن عبد الله والزين وكاع الاحزاب اللي كانت حاضره وكتقولوا ان العداله والتنميه خرجت من الرحم ديالكم، بصح كتحسوا براسكم احزاب تمثل الوطن والمغاربه؟ بصح كتحسبوا راسكم بحزب وطني؟ واش هادشي اللي درتو اليوم ما استحيتوا ما حشمتوا ما راعيتوا لتا حاجه؟ كتضربوا في الملك والملكيه في المؤتمر ديالكم على عينك يا بن عدي، ما راعيتوا لتا واحد، كأن ما عندكم لا حسيب ولا رقيب. واكدتوا اثبتوا علاش وزاره الداخليه واستلفتيه الله يحفظه ما صرفش لكم المال او ما صرفش لكم المستحقات ديال الحزب اللي كياخذها كل سنه. كدتوا بصح على انكم خونه الداخل، واللقاء ديالكم اليوم جريمه في حقنا. لقاءكم اليوم دليل على انكم بصح هما خونه الداخل، دليل على انكم نتوما كل ما بان لكم المغرب كيمشي بخطى ثابته باش ينهي الملف ديال الصحراء ويساليه بمره، وهذه سنه فاصله، وهذا الموضوع بالضبط هذا العام غيسالي. كتشوفوا السيد ناصر بوريطه كيدير مجموعه من المهمات ومجموعه من الصفقات اللي بصح غتنهي الموضوع بمره، اللي ارهق الكاهل ديالنا 50 سنه. مات الحسن الثاني طول عمره هو كيخدم على عمليه فتح السريه وبعدها المسيره الخضراء، وبعدها محمد السادس فنا عمره على هذا الملف. كل ما كتشوفوا المغرب يتقدم وكيتبت السياده ديالو على ارضه كتنوضوا تناقزوا الرباعه الحليقيه والملحدين والسكيريه والطارجيه. فيما كان فيكم شي حد مجلوق بان اليوم وبين النيه ديالو الخبيثه وبين حقده على الملك وعلى الملكيه، لكن هيهات مهما طالت السنين ومهما تكالبتوا على المغرب اخيرا تكشفتوا قدام المغاربه ومبقى لكم الا القليل. ان شاء الله المغاربه كلهم غيسعوا جاهدين لتفكيك احزابكم التي لا تمثل المغرب والمغاربه، تمثل فقط
مصالحكم، صفقاتكم، استثماراتكم، المارشيات النوار تحت الطاوله، ولا عندها علاقه بالقضيه الفلسطينيه. بزاف الناس كنشوفهم حاطين ردة الفعل على الفيديوهات ديالي وكيقولوا متصهينه. يعلم الله وربي اللي شاهد اني ماشي ضد القضيه الفلسطينيه، وحلينا عينينا في الدنيا وكبرنا عليها ماشي بالشعارات، وكنا كنديروا كاع اللي قدرنا الله باش ننصروا الحق. نتوما اللي خديتوا من القضيه الفلسطينيه ذريعه وشماعه تفشلوا الورشات الملكيه، باش تفشلوا الصفقات ديال المغرب، باش تفشلوا اخر نقطه قرب المغرب يسنيها باش ينهي هذا الملف اللي كنحلموا به كل سنه. كل ذكرى مسيره خضراء كنقولوا يا ريت يجي النهار اللي نمشيو للصحراء ونحتفلوا ونلبسوا ملاحفنا ونهزوا الرايه المغربيه. خرجتوا كلابكم المسعوره كيقولوا باغيين يجاهدوا باسم المرتزقه البوليزاريو، خرجتوا كل واحد من الجحر ديالو كيحاول يقطع شويه ويقطع في جلده الملك والملكيه. هيهات ما حنا مصر، ما حنا تركيا، ولا حنا قطر، ولا حنا اي دوله. وبحال هاد الافلام هادي شفناها في خطط الغدر ديال افقير واللي تشدد ليه، ديال المذبوح، ديال القلاوي، وانتم اثبتوا على انكم احفاد هاد الناس ودمهم كيجري في جيناتكم. ما بقيتش كنحترم حتى واحد فيكم. انا شخصيا لا منتميه، لا انتمي الى حزب، ولا كنتشجع على شي حزب، ولا كندافع على شي حزب. غير كنقول للمغاربه كونوا مسؤولين قدام الله في اختيار اصحاب الحل والعقد، حيت حنا اللي كنجعلوهم على راس الحكم، حنا اللي كنعطيوهم الحقائب الوزاريه باش يمثلونا ويتبردوا علينا في البرلمان ويكملوا نعاسهم في البرلمان. انا كنت بعيده على اني نهضر على الشان الداخلي، وكنت كنهضر على الدبلوماسيه المغربيه وما هو تراث، لكن هادشي اللي تيوقع اليوم ولا عندي دور ومسؤوليه قدام اي حد، وقدام اي حد كيتكلم على بلادي. بلادنا محتاجانا كاملين نوعيو الناس، حيت كاينين بصح الناس مغيبين. واحد كيقول لهم اسقاط الحكم ونجيبوا على راس الحكم العداله والتنميه، والناس كتسقف تحت القوميه العربيه والوحده العربيه. واش حماقيتو ولا ما لقيتو اللي تشدد لكم ولا ما فهمتش؟ انا ما عنديش ذره الشك في المخزن المغربي، ما عنديش ذره الشك بانهم مخلينكم وسارحينكم، ما عنديش ذره الشك. ولكن ما يسحبش لي الجرأه ديالكم غتولي بالبيان وكتهضروا بالنهار القهار وعلى الصباح في المؤتمر التاسع للعداله والتنميه اللي دابا ولا تحت شعار مشاريع القوميه العربيه، وما فيهش كاع المشاريع الوطنيه ولا الوحده الترابيه، ولا كيفاش نقدروا نكملوا ملف الصحراء، ولا كيفاش نقدروا نوقفوا مع ملكنا تيحل هذا الملف. فيه نفوسكم ومصالحكم. نتوما اختاريتوا القضيه الفلسطينيه شماعه تعلقوا عليها مصالحكم وتستثمروا بها وتسترزقوا بها الله وتعمروا الحسابات البنكيه ديالكم وكتضربوا على مارشيات كبار. نتوما تحليكم الفم وليتوا تجيبوا ضيوف ما عندهمش علاقه بالعقل ولا الرزانه. نتوما تجيبوا واحد كيدعم البوليزاريو وتجيبوا الناس من تونس والناس من تركيا. واش دابا قولوا لي واعطوني عقلكم في نظركم، دابا واش بن كيران اللي دارها بالبلاد ولا البلاد اللي دارتها بن كيران؟ بن كيران عند بالو هو مازال عنده داك القدر والقيمه اللي كانوا المغاربه كيتمناو فيه من بعد ما جا الربيع العربي. كنشوفوا الانظمه كلها كتسقط. ما خبروش بعد ما خدا الحكم ورئاسه الحكومه وقع له البلوكاج وعتقوا العثماني وفقدوا فيه المغاربه الثقه، هو سبب صندوق المقاصه والعثماني اللي سند التطبيع. داروا بزاف ديال الاخطاء في الوقت ديال الحكم ديالهم. دابا عند بالو دابا غيجي هو وغيدير هذيك الحجره العطره كما قال بوخروبه في صباط المغرب. عند بالك واعر زعما. بغي نبشرك بن كيران، فقط انت كارت محروق، كارت محروق. والمغرب تعامل مع الاسلام السياسي بكل ذكاء وخلى المغاربه يقتنعوا راسهم. تسيير الشأن الداخلي والخارجي للبلاد يحتاج تدين بقدر ما يحتاج اخلاق، بقدر ما يحتاج وطنيه، بقدر ما يحتاج رجوله ومواقف. عمرك شي مغربي كيعيب على بوريطه، عمرك شي مغربي كيعيب على القجع، عمركم شي مغربي كينتقد رجال الدوله وخدامها. ولكن الا سولنا جميع المغاربه غيقول لك اننا ما كنثيقوش فيكم. فقط نتوما متاجرين بالدين ومتاجرين بالقوميه العربيه ومدعومين من جماعه الاخوان المسلمين في قطر وتركيا. بغيتو نوليو حنا بحال تركيا. علاش تركيا هي مثال مشرف باش نقتديو به؟ الا كانت تركيا عايشه على الخالدات وعلى المد العثماني
والامبراطوريه العثمانيه ولا عليها الزمان. هذيك تركيا اللي كتدعم الاسلام السياسي وجماعات الاخوان والمسلمين اكثر داعمه للتطبيع والاسرائيل. انا بغيت نفهم هذاك التطبيع حلال وعندنا حرام، علاش انا بغيت نفهم هذه القوميه العربيه وهذه النزعه ديال النضال وهذه الفوضى اللي كنشوفوا اليوم والاستدعاء ديال الانفصاليين والانقلابيين والداعمين لزعزعه استقرار البلاد. علاش ما شفناش هذه النزعه وهذه الوقفه وهذه القوميه العربيه والبكاء اللي كيبكي بن كيران بالدموع وينحط يا ويلك على الرجال؟ ما شفناهاش فاش كان زلزال الحوز والناس ماتت تحت الانقاض. علاش ما شفناش هذا الشيء مني تسنى التطبيع على يد السي العثماني؟ علاش ما انتفضتوش وقلتي انا غنسحب من الحزب ونوضتوا الفوضى وقلتوا اللهم ان هذا لمنكر؟ علاش؟ ديك الساعه كانت الكراسه وكانت المصالح وكانوا لي بوديغارد وكانت الحراسه وكان السي بن كيران وحط السي بن كيران في الشيفور وسيروا اجي وعندكم ائتلاف وعندكم احزاب وعندكم حقائب وزاريه وعندكم الناطق الرسمي باسم الحكومه السي الخلفي وعندكم الرميد. علاش ما درتوش على التطبيع؟ النفاق من حد فمكم عامر وجيابكم منفوخه والكونطات ديال البنك ديالكم منفوخه بالمارشيات اللي كضربوا نوار تحت الطبله. تطبيع زوين، ولكن التطبيع من نتوما خارج اللعبه وسمعتوا من عند سيدنا جيم اوفر والمغاربه طلعوكم برا، وليتوا نتوما دابا ضد التطبيع ومع القوميه العربيه وضد داكشي اللي كيوقع في فلسطين. عمر المغربي كان ضد القضيه الفلسطينيه، عمر المغربي خان ولو دقيقه واحده القضيه الفلسطينيه. نتوما اللي كرهتونا في هذه القضيه، حيت بديتوا كديروا بيننا وبين القضيه مزايده وبديتوا كتقولوا اي قضيه ديال الوحده الترابيه ديالنا ماشي بقيمه وماشي بنفس القدر وماشي بنفس الاهميه، رغم ان المغاربه دفاعهم عن القضيه الفلسطينيه تاريخي ومواقف سيدنا نصره الله كثيره، شراء العقارات، الدعم بالمال باللوجيستيك بالاطقم الطبيه بالمستشفيات الميدانيه. سيدنا ديما يدو مدوده وسباقه للخير. في الوقت اللي سيدنا كان كيتحرك نتوما ما كنتوش كتحركوا. ومازال كنعاود نقول لكم اللي مع غزه ومع فلسطين ومع حماس كيدعم القضيه، كنتمناو بن كيران حتى هو يدير واحد الكتاب ويجمع هاد الناس كلهم اللي كانوا اليوم في المؤتمر ويخلص كيف ما جمع المؤتمر اليوم وغدا، يجمع شويه ديال الفلوس وديروا رحله مشيو تشوفوا اولى القبلتين، تشوفوا بيت المقدس، تشوفوا المزارات ديال المسلمين، وتمشيو تشوفوا حي المغاربه الرجال اللي ما كيتغدرش شي حد الا دارهم في الدار. كان ما تقدوش ديروها، نتحداكم تقدوش ديروها. فقط دغدغه المشاعر والتجاره بالدين والتجاره بالقضيه. اي دار ديال اي مغربي دخلتي ليها غيتلقاي وليد الصغير حافظ الاغاني الوطنيه، غتلقى الوليد الصغير كيدافع على قضيه فلسطين. ولكن نتوما جعلتوا منا قسمين وجوج شعوب كيف قلتوا قبيله. حنا اللي كندافعوا على القضيه الوطنيه وكنقولوا تحيه الملكيه وعاش الملك، رديتونا زليجيه وعياشيه ومنبطحين ومجندين ديال الكيان. وحنا فقط مغاربه اوفياء لما عاهدنا الله عليه، دفاع عن الله وعن الوطن وعن الوحده الترابيه وعن الملك، حيت البيعه اللي في عنقي تساوي الدعاء لولي الامر والدفاع عليه والطاعه. الطاعه اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم. يؤتي الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وانتم ذلكم الله وعز الله سيدنا. كان في بالكم سيدنا ملي سمعتو دار العمليه ومرض وكيصلي جالس غتنقزوا وغتلعبوا لعبكم؟ كان هيهات طلع وبعثر لكم الاوراق ودشن اكبر مشروع برجيلته الحبيب ديالي، واقف وقفه الصمود رغم التعب، رغم العيا، رغم الطعنات ديال الغدر في ظهره من كل واحد كيدعي حبه ليه. ياك بن كيران قلتي سيدنا عطاك السياره اللي كتساوي المبلغ وقدروه، وسيدنا قال لي انا كنثيق فيك، الا كانوا الناس كيثيقوا فيك انا كنثيق فيك. راك حلايقي، راك حلايقي تدير بحال ولاد حمد وموسى ملي كيكونوا يشطحوا في القروضه، انت كتشطح دوك الناس اللي مبردعهم. مع احترامي لهم حيت كاينين الناس بصح كيبغيو الملك وغير تابعينك، ما عارفينش فين تقدر تصدهم، ما عارفينش فين تقدر تصد بهم. مستقبلا داخلين بلاك ليست.
للاسف تواصلوا معايا بزاف الناس كيقولوا لي ما كناش فاهمين وفهمنا. شكرا حيت فهمتينا، شكرا خليتينا نفهموا. سيدنا الا عيا ولا خانتو صحتو بغدركم والطعنات المتتاليه في الظهر، التكالب ديالكم مع العدو كل دقيقه، عندك يسحب لكم بالكم راه غافل ولا ناعس ولا مغيب كيعرف الشده والفاده. انا قال لي واحد النهار سيدنا غنقولها واخا ما كنبغيش نقول هادشي، قال لي السي كيران ما كنثقش فيك 100%، كنثق فيك 1000%. والله يشهد. كان رمضان وكنا صايمين بجوج وتاثرت بكيت ونتمسك له يدو حفظه الله. على كل حال كاين بعض الناس تيقول لك سي كيران الملك الى اخره، غير خليوني انا والملك عليكم في الثقه بيناتنا. غتقولوا لي تيطير له منك ولا تيغضب عليك شي، هذا صحيح، هذا صحيح، كان كيطير له مني وشي مرات كيغوت عليا وشي مرات، ولكن الحمد لله العلاقات اللي بيني وبينه الى الان على كل حال من جهتي انا ما زلت معه على العهد والوفاء. ماشي بن كيران فاش قال لك سيدنا الا كنتي صادق كنثق فيك، ما فهمتيش؟ راه قال لك ما عمرني نقدر نثق فيك ولا نامن لك، حيت اللي كيثيق فيك ما يحتاجش يقول لك انا كنثق فيك. كنثيق فيك هي قرصة ودن، رد بالك راني عايق بك. الا قال لك سيدنا راني تايق فيك معناها انا ما عمرو تاق فيك. الا قال لك سيدنا انا راه تايق فيك معناها راه انا عارف شنو كدير مور ظهري. الا قال لك انا تايق فيك قال لك داك الحلقه والتشلهيب اللي كديروا على الناس ديال الامانه العامه ما ديروش معايا. انا راه ولد الحسن ترابي الملك، انا ما تضحكش عليا الضحك اللي كديروا على الاخرين. الصباح حاضي نهار يخرج من العرين ديالو يدير لكم كلكم الفلاقه، مساله وقت وصافي. وعد الله الا تخلصوا داكشي اللي وقع اليوم في المؤتمر، وعد الله تنشوفكم واحد واحد في السجون. سامحني سيدي غنقولها وبكل الادب، ما قصديش الاساءه، انا الطرب اللي كتمشي عليا سيدي على راسي. سيدنا اكثر واحد يوجد الغباء وكتسلكوا نيته وطيبته، لكن ماشي معناه انه مغيب ولا ما عارف شنو كديروا، ما عارف شنو كيوصلكم من برا، تليفوناتكم ما مراقباش. ثلاجتك اللي في دارك بن كيران عارفين الناس ديال الداخليه شنو فيها، ميكك حلال دخلتيها عارفين شنو فيها، فما بالك الدعم اللي كيجيك من برا ولا الاوامر اللي كتجيك في الواتساب. ولا كاين شي واحد تيقول انا واعر ما تيدارش عليه كونترول، خصوصا شي واحد قال لي سيدنا انا كنثق فيك. انا اقسم بالله انسانه بسيطه، وفاش غيقول لي شي حد انا كنثق فيك اخبارك انا كنثق فيك نخاف، حيت ما محتاجش يصرح بها اللي كيثق فيك. الا كيثق فيك غتشوف من خلال تعامله ليك وشنو كيشارك معاك وشنو كيقول قدامك انه كيثق فيك. لكن الا قال لك بالمباشر انا ما كنثقش فيك معناه انت عريان قدامي، فما تدعيش الوطنيه الكذابه. واليوم شرحت لي الكلمه ديال علاش سيدنا، حيت ضرني راسي تنقول علاش سيدنا قال لبن كيران انا كنثق فيك. عاقوا بك المغاربه كاملين، حيت الشيء اللي دار اليوم في المؤتمر يا اسفه. كنا كنتوقعوا ان حتى لو تمناو حقائب وزاريه، لكن باش تجيبوا ضيف اردوغان اللي كيهضر بلسان الاخوان المسلمين وتيقول كيتمنى انه يشوفكم على راس الحكم، وان هذه الانظمه اللي كاينه دابا غتسقط، حاشا ابليس في الجنه. شي نهار ينادي المنادي، نهار تسمع جوفة الاقلام وطويه الصحف، ديك الساعه تقدر تحيد الملكيه. ملكيه كاع جدودنا اللي سبقونا وملوكنا اللي سبقونا ثبتوا لها الجدر مزيان، وكاينه واحد الحاجه سميتها الدوله العميقه. واحد الناس ما كتعرفهمش انت، خدامين طول عمرهم ماليهم من جهد وصح ومال باش صواري الدوله تبقى ثابته وواقفه. هاد الهضره نقولها وغادي يفهمها حتى واحد الا من رحم ربي، الا اللي كيفهم بالمهموز وفهم كلامي اللي قلتو وشافو دابا وشرحو. دليل ان الدوله ما صرفتش لكم الفلوس، الدوله كتعرف هادشي كامل غادي يوقع. كانت عارفه ان ولائكم الاجندات الخارجيه اللي كيعمر لكم الكونطات، اللي كينفخ لكم الجيوب، وخلاتكم تكونوا نتوما هما القرطاسه اللي تقتلوا راسكم، خلاتكم تعريو راسكم قدام المغاربه ويشوفوكم على حقيقتكم. ما صرفتش لكم الفلوس، ما بغاتكمش تدعموا مشروعكم الفاسد اللي عنوانه الخيانه العظمى، فلوس المغاربه. كنحيي وزير الداخليه، كنحيي الناس الاكفاء
اللي كانت مسؤولة على هذا الملف ورفضت أنها تعطي الحماس الفيزا، ماشي كرها في القضية الفلسطينية لا، لكن باش هاد الناس يتفرجوا، باش هاد الناس نعرفوا النوايا ديالهم ونعرفوا شرهم الحقيقي ونعرفوا أنها ما كتهمهم إلا المصلحة. معزو عليكم تكبير، معزو عليكم الأطفال بالمئات تقتلونهم، معزو عليكم حتى واحد. بنت كيران شنك كتبكي ومأثر، علاش ما بكيتيش ملي مرض سيدنا وكان على فراش المرض؟ علاش ما بكيتيش فاش تكالبوا علينا اعداء الوطن وبداو كيروجوا للاشاعه ان سيدنا مات ومولاي الحسن تغتال الكارد ديالو، مولاي الحسن في الاقامه الجبريه والامراء في خطر؟ علاش ما بكيتيش فاش ضرب زلزال الحوز وماتوا عرام ديال البشر؟ علاش ما بكيتيش مني موالي الفراشات مشاو لهم محلاتهم؟ علاش ما بكيتيش مني الديور رابت في المدينه القديمه والناس مشاو لهم عقاراتهم؟ علاش علاش ما شناش دموعك وحرقتك على ولاد البلاد؟ ولا وطنيتك كنشوفوها غير مع البراني، كتنعت المغاربه اللي كيقولوا تزق بالغزه خوان. والله ما شفنا شي خائن قدك، والله ما شفنا شي عميل للاجندات الخارجيه قدك، والله ما شفنا شي حد قليل الاصل وملقط وحرامي قدك. انا كنقول هذا الكلام وانا مسؤوله عليه، واللي بغى يوقع وطز فيك واللي يتشدد ليك ودعيني. علاش ما شفناش الوطنيه ديالك وانت محروق على الناس اللي الردم قتلهم في الحوز؟ ولكن شفنا دموع الناس ذوي الوقايه المدنيه والناس القوات المسلحه اللي كنت معاهم انا في مخيمات ميدانيه وشفت بعيني اللي ما شفتوش. شفت رجال الدوله الاكفاء والمرابطين ورجال الدوله وحماة الحمى خدامين. شفت كيفاش قرابين من المواطنين وكيبكيو على قبلهم، كيفاش رجل الوقايه المدنيه كيبكي حيت ما عرفش يجبد العيالات من الانقاض. شفت هادشي بعيني. علاش ما شفناش بالكيران وشنا الامانه ديال العداله والتنميه والحزب ديال العداله والتنميه وسط الناس ديال الحوز كيديروا اللايفات بحال هكا ب6 و7 ديال السوايع، كيعتقوا الناس وكيجبدوا الناس من الانقاض وكيديروا لهم الماكله والشراب ويبنيو لهم الخيام. واحد ما كاينش الجميله، كايناش التصاور. وفي القوميه العربيه بجلابيتك ديال الدجال كتبكي السبحه والتمثيل والحلقه، مبقيناش باغي الحليقيه. تمنيت نشوف في الحكم شباب مواطنين غيورين يكونوا على راس الحقائب الوزاريه، يخدموا بصح على برامج ويكونوا هما سنشدوا عضدك مع سيدنا ويوقفوا مع مولاي الحسن. عونيه وحده وهي جيش التحرير عاونوا مولاي الحسن راه مازال صغير. وعباد الله وحده كتضرب بالنواقص وكتغني مسكينه وكتاخذ الغرامه على قدها، غنات واجيش التحرير عاونوا مولاي الحسن راه مازال صغير. وبن كيران اللي دخل وسط الدار وكلا من ماكله الدار وكان من الناس اللي عنده حقيبه وزاريه وكان رئيس الحكومه وكان على راس الحكم، ما عرفش يوقف مع مولاي الحسن فاش كان باه مريض. وكانت الكلاب المسعوره ديال البوليزاريو ديال الجيران كيديروا كل جهدهم، وجيران دور الرباع ديال دنيا الفيلالي ودوك الكلاب كاملين الخونه. ما عرفتيش دير شي موقف ولا تقول المغاربه ردوا البال ووقفوا مع مولاي الحسن؟ حشمت نجاوبك بواحد الحاجه ولكن كنحترم الناس اللي كتفرج فيا. الله يبارك عم سيدي. الله يبارك عم سيدي. Permettez, Majesté, à votre fidèle serviteur d'exprimer notre immense fierté, notre infini bonheur, notre gratitude à votre Majesté. Ce jour est historique. Il porte l'empreinte de notre Maroc séculaire, millénaire, qui a su protéger la très grande diversité qui est la richesse centrale de notre pays, Nahamassidi. En tant que Souhairi, je suis âgé de un peu plus de 3000 ans, Nahamassidi.